بعد الفيديو ده اراهنك مش هتشتري مكرونه تاني، وده لانك ببساطه عشان تاكل مكرونه بالعظمه دي، وباكد مكرونه مش كيلو نشا، هتدفع كتير. بكام يا شاطرة؟ لا 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 لا، بقول لك كتير. هاي 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 74 جنيه ده اقل رقم يا فندم. انت بتقول ايه؟ احنا بقى نجيبها من قصيرها ونعملها في البيت، مش عشان معناش فلوس، لا سمح الله، احنا بس ما فيناش حيل نطلب اوردرز وكده، يعني ما عندناش وقت. فاخبط لايك حلو للفيديو، جهز نفسك علشان احنا هنعمل عظمه. الواد ده اكتشاف. هتجيب ربع كيلو دقيق وتحط عليه 3 بيضات، وتشوف التكنيك ده بالظبط وتعمله. والتكنيك انك تجيب الشوكه وتمسك ال3 بيضات وتقول لهم ههريك ضرب بقول لك. ضرب 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 ضرب، وكل شويه وانت بتضربهم تدخل شويه من الدقيق مع البيض، وهكذا لحد ما يتعامل معاك معجون عجين جامد. تقعد تعجن في العجينه دي 10 دقايق كاملين، ما ينقصوش دقيقه، ممكن تزود عادي، بس عشان تطلع معاك حاجه فعلا perfettamente una pasta all'italiana. وبعد سنوات ضوئيه من العجن بناخد العجينه ونقطعها، وبعد كده بنفردها بالنشابه الخشب ونرققها جدا جدا، نقطعها بالشكل اللي هتشوفوه ده او نفردها بالمكنه عادي. وانت بقى بتاخد العجينه دي وبتبدع، ترفع التقطيعه شويه يطلع معاك احلى اندومي، تعمل بيها احلى اكل كوري ممكن تشوف في حياتك عادي. عايز تتخنها شويه تعمل تالياتيل وماله، عايز تتخنها اكتر او تعرضها تعمل بابارديل ما يضرش. انت يا باشا بتتحكم في العظمه اللي عايز تطبخها، او الصنف التحفه الايطالي او الكوري ايا كان اللي عايز تطبخه، عن طريق ان انت بتفرد العجينه وتقطعها بالسمك اللي انت عايزه، ومن غير ما تقطعها خالص. انت كده عملت لازانيا. مش عاجباك اللازانيا وعايز تعمل اختراع جديد، اهو قطعها عريض شويه، انت كده عملت مكرونه في ايطاليا اسمها بابارديلا. مش عاجباك اللي بابارديلا عايز تخليها ارفع شويه، انت كده عملت تالياتيلا، او اللي احنا بنقول عليها مكرونه في التوتشيني اللي بتتعمل بالوايت صوص في المطاعم الكبيره. خد بقى الوصفه دي مني وطبقها وشوف المكرونه والتيست والتكستشر، القوام والمضغه بتاعتها حماده. وكيلو النشا اللي بتروح تشتريه ب10 جنيه مش مكرونه، انا بقول عليه كيلو نشا، ده حماده تاني خالص. وطبعا اعزائي المشاهدين زي ما تعودنا بعد ساعه ونص شرح من كيف صنعة الباستا، مش هسيبكم كده على بطن فاضيه، هنعمل اجدع طبق باستا هتروح تاكله في احسن مطعم بيقدم اصناف ايطاليه مش اقل من 250 جنيه عشان تبقى فاهم يعني. فامشي كده ستيب باي ستيب معايا عشان تعرف المطاعم دي بتحط ايه بالحنتوفه عشان تطلع طبق مكرونه غني معتبر كده، حاسس بطعمه من قبل ما تدوقه اصلا. في طاسه عندك هتنزل بمعلقتين زيت زيتون، ومجرد ما يسخنوا تقوم حاطط فصين توم صغيرين وتقلب. بعد كده هتنزل بمشروم فريش، وباكد مشروم فريش لان ده بيدي نكهه قويه جدا. وبمجرد ما تقلبه نقوم نازلين بمعلقه دقيق معتبره ونقلب بقى ويتكف كده. دي بتقلبه على نار هاديه وتسيبه لونه يغمق شويه، مش يتحرق بس لونه يدي للاصفر الذهبي شويه، علشان تحس ان انت بتاكل صوص مش بتاكل عجين. كلمة السر جايين لها دلوقتي، وهي سر نجاح أي وصفة وايت صوص، حاجة اسمها كريمة الطهي. بتروح تشتريها كريمة لباني أو كريمة الطهي، واشتريها ماركة نظيفة جدا زي جهينة، المراعي، أي حاجة من دول. تنزل بكريمة الطهي على كل اللي احنا عملناه ده. وانا ضفت صدور فراخ كنت محمراها قبل كده، عايز تحطها حطها، مش عايز ملهاش لازمه عادي يعني. وتسيب ده بقى كله يستوي على نار هاديه كده مع نفسه، بس نار هاديه اللي هو ريحه نار كده. تجيب ميه مغليه وتنزل بالمكرونه. عايزه اقول لك ان المكرونه دي بتستوي في دقيقه ونص بالظبط، ما تكترش عشان ما تتعجنش. وبعد كده بتقوم شاطفها بميه ساقعه. شوف قوام المكرونه عامل ازاي، بيرفكت ما كوانتو بوانا ragazzi veramente. نخفف الصوص اللي احنا عملناه بميه المكرونه، نضيف ملح وفلفل اسود، ولو في مرقه دجاج نحط بسيط علشان الصوص يتظبط. خلي بالك ده صوص خفيف مش صوص بشاميل. بعد كده بقى انزل بشويه زيتون عندك والمكرونه، دقيقه واطفي النار وقابل يا معلم. احلى باستا بالوايت صوص ممكن تاكلها في حياتك، مش هتنساها تاني. حاجة كده تجيب من الآخر، ترم العظم، طعم الكريمة الغني يدفي القلب في الشتاء. أنا واثقة إن الفيديو ده هتخلصه وهتروح تعمل الأكلة دي حالا، بس استنى، رايح فين اللايك، وما تنساش تعمل شير وفولو للبيج. أسيبكم أنا دلوقتي بقى عشان في أكل أعيش وأطبخ لكم يا جماعة. وهنا هشكرك عشان كملت معايا للآخر. ما تنساش تعملي فولو واستنوني في اختراعات جديدة.